اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبتدي حكاية النهاردة يا ريت تضغطوا لايك وتدعموني. أنا اسمي عمر، متجوز بقالي 2 والحمد لله ربنا رزقني بابن ياسين عنده 1 وأنا مبسوط مع مراتي وابني. وفي يوم نزلت من البيت وركبت عربيتي زي كل يوم هروح على شغلي، وانا ماشي في العربية افتكرت اني انا نسيت مفاتيح المكتب. رجعت تاني على البيت علشان اجيبهم. وقتها مراتي كانت في الحمام. دخلت الأوضة وجبت المفاتيح، وانا خارج سمعت صوت التليفون. مراتي اتبعتت لها رسالة على الماسنجر. بالصدفة كنت قريب من التليفون، مسكت التليفون وفتحته وشفت كمية الرسائل اللي مبعوتة لها. أنا وقتها خفت إنها تطلع من الحمام وتشوفني، ودخلت على الإعدادات اللي في التليفون بتاعتها وأخدت الرقم السري ومشيت. وهي وقتها ما شافتنيش لما أنا رجعت تاني ومسكت التليفون بتاعي وركبت عربيتي. وأنا وقتها كنت متضايق جدا وما قدرتش أروح الشغل، ونزلت أقعد على قهوة. كنت متضايق قوي من اللي أنا شفته، ومسكت التليفون بتاعي ودخلت على حساب مراتي. وأول ما شفت الرسايل عتت لها، ومش راجل واحد بيكلمها، لا دي رجالة كتير، رسايل كتيرة قوي. المهم بتكلمهم كلام انا ما قدرتش اقراه لانه كلام ما يتقريش، ده كلام قلة ادب. هي ليه بتخني؟ انا عمري ما قصرت معاها في اي حاجة، انا بحبها قوي وانا لازم اقتلها واروح البيت. وانا على باب الشقة قبل ما ادخل جوه على مراتي فكرت في ابني، وهو هيشوف امه بتتقتل قدام عينيه، وان ياسين لما يكبر هيلاقي ابوه في السجن وسمعة امه على كل لسان. وسبحان الله يا جماعة، جوايا حاجة بتقولي لا ما تقتلهاش، ما تقتلهاش يا عمر. وبعد كده مشيت من جنب الباب ورجعت تاني على القهوة. فضلت أدخن علبة سجاير واحدة ورا واحدة، وأنا أخدت اليوم أفكر لحد ما جت لي فكرة جهنمية خليني أخرج بأقل الخسائر. المهم ورحت البيت وأنا ما تكلمتش معاها كتير، لأني أنا كل ما أبص لوشها عاوز أخنقها، عاوز أموتها. هي وقتها قالت لي ليه اتأخرت كده يا حبيبي؟ أنا قلت لها أصله كان معايا شغل كتير قوي النهاردة، وسبتها ودخلت أوضة نومي. والصبح زي كل يوم رحت على شغلي، وأول ما وصلت فتحت حساب مراتي بتكلم واحد وبتقوله إن جوزها راح على شغله وإن هي قاعدة في البيت لوحدها. أنا وقتها أول ما شفت الرسالة دي انهارت قوي ومعرفتش أعمل إيه، وفضلت أفكر في ابني ياسين. قلت أكيد ده مش ابني، ده من راجل تاني. بعد كده جريت على البيت بسرعة. وقتها قالت لي ايه اللي رجعك تاني يا حبيبي؟ قلت لها انا جاي النهاردة اخد ياسين افسحه ونتمشى شوية انا وهو، انا ما معيش شغل النهاردة. وفعلا اخدت ابني ياسين ونزلت على اقرب معمل تحاليل، عملت له تحاليل الDNA علشان عاوز اعرف ده ابني ولا ابن مين. وقتها الدكتور قال لي احنا هنتصل بيك يا فندم لما نتيجة التحاليل تظهر. في الوقت ده انا كنت مستعجل قوي على نتيجة التحاليل، وعدى يوم و2 و3. المهم اتصل بيا الدكتور وقال لي نتيجة التحاليل طلعت ان ياسين ابنك يا فندم. أنا وقتها طرت من الفرحة واتأكدت إن ياسين ابني مش من راجل تاني. المهم تاني يوم رجعت قعدت على القهوة وعملت حساب جديد على الفيسبوك، قلت لازم انتقم منها في اللي عملته فيا. المهم تاني يوم قعدت على القهوة وعملت حساب جديد على الفيسبوك عشان أعمل الخطة اللي في دماغي، وبعت لمراتي طلب صداقة وهي وافقت عليه على طول. وفضلت أكلمها على الفيسبوك وهي ما صدقت، ردت عليا بسرعة كلمتني على طول. أنا ما تخيلتش إن مراتي سهلة أوي كده تقدر تدخل عليها بسهولة، يعني أي راجل يكلمها. المهم كلمتها على الفيسبوك، نزلت صور لراجل حلو علشان
ابعتها لها. المهم بعت لها صور، وهي كمان بعتت لي صور. انا ما تخيلتش مراتي انها تبعت صورها بسهولة كده لاي راجل يكلمها. المهم فضلت اكلمها على طول وهي بتكلمني، وفضلت اقرب منها. ولما كنت اروح البيت ما كنتش بكلمها كتير، وكنت ضايقها عليها في الفلوس، يعني اقلل المصروف شوية علشان اروح اكلمها على الفيسبوك اقول لها اني انا راجل مسافر ومعايا فلوس كتير، واللي انت عاوزاه انا ممكن ابعتهولك. وهي كانت بتفرح قوي لما انا اقول لها كده، لان انا عارف ان هي ما معهاش فلوس. ولما اروح البيت ما كنتش بديها فلوس، وغيرت معاملتي معاها، ازعق واشخط فيها قوي. غيرت معاملتي خالص. ولما كنت اكلمها على الفيسبوك كنت بعملها بحنية قوي علشان تطمن لي واكمل باقي الخطة. وبعدها عدت الايام وانا كنت بكلمها كل يوم، وهي كانت تشكيلي من جوزها. المهم كنت اقول لها اني انا بحبك من اول مرة كلمتك فيها. المهم خلتها تتعلق بيا قوي لان أنا كنت حنين عليها. وفي يوم نزلت على الشغل ما سبتلهاش فلوس في ايدها، فكلمتها على الفيسبوك على اني انا حبيبها، وقلت لها انت عاوزة فلوس؟ قالت لي ايوه انا عاوزة. قلت لها خلاص هبعت لك، وبعت لها فلوس. قلت لها وانا ينفع اتجوزك واخدك معايا تعيشي معايا بره؟ قالت لي ايوه ايوه بس جوزي اعمل ايه معاه؟ قلت لها لازم تتطلقي من جوزك علشان تتجوزيني يا حبيبتي. قالت لي طيب انا اعمل ايه يا حبيبي؟ قلت لها عامليه مش كويس علشان يطلقك، زهقيه في عيشته. المهم عملت اللي انا قلت لها عليه، واول ما اروح البيت كانت تضايقني وتتخانق معايا قوي. قلت لها انت عاوزه ايه؟ قالت لي انا عاوزه انك انت تطلقني، انت راجل ما معكش فلوس تصرف عليا. قلت لها حاضر يا حبيبتي بس انا بحبك وعاوزك. انا مش عاوزاك طلقني. قلت لها خلاص مادام عاوزه تتطلقي ليه لازم تتنازلي لي على حقوقك كلها وتتنازلي لي على حضانه ابن ياسين. قالت لي لا وده بعدك، انا مش هعمل كده. المهم سبتها براحتها. وبعد كده كلمتها على الفيسبوك، قلت لها ايوه يا حبيبتي اتطلقتي ولا لسه؟ قالت لي لا عاوزني اتنازل له على كل حقوقي وعلى حضانة ابن ياسين. قلت لها ما تخافيش يا حبيبتي انا هعوضك على كل الفلوس اللي كان هيديها لك، وهديله فلوس انه يسيب لك ابنك ياسين، ولازم تسافري معايا لاني انا هبعت لك التذاكر وتيجي عندي ونتجوز انا وانت يا حبيبتي، انا ما اقدرش ابعد عنك خالص. المهم طمنتها قوي. رجعت البيت واول ما رجعت قالت لي بقول لك ايه انا خلاص موافقه على كل طلباتك اللي انت قلتها لي، انا هتنزل لك على كل حقوقي وعلى حضانه ابن ياسين. قلت لها ماشي. باباها ومامتها كانوا مستغربين قوي على اللي هي بتقوله ده وايه اللي بتعمله. المهم طلقتها واتنزلت لي على كل حاجه وعلى ابن ياسين. وبعد ما طلقتها جريت على تليفونها وكلمتني على الفيسبوك، وانا اول ما روحت على البيت كلمتها، وهي طبعا اول ما كلمتني قالت لي بقول لك ايه يا حبيبي انا خلاص اتطلقت، انا عاوزه اتجوزك، امتى هتبعت اذاكر علشان اجي عندك وتتجوزني؟ بقول لك ايه يا حبيبتي انا نفسي اشوفك وانت كمان تشوفيني، ممكن اكلمك فيديو؟ قالت لي انا مش كل يوم يا حبيبي بقول لك نفسي اشوفك، اشمعنى دلوقتي عاوز تكلمني فيديو؟ عاوزه اشوفك يا حبيبتي قبل ما نتجوز. قالت لي حاضر. قلت لها خلاص انا هرن عليك وافتحي بقى الكاميرا. اول ما فتحت كاميرا التليفون بتاعتها وشافتني قدام عينيها اتصدمت وفتحت بقها من الصدمة وعينيها برقت. ازاي انا مش مصدقة، هو انت تعمل فيا كده؟ انت انا مش مصدقة ايه اللي بيحصل لي ده، انت تعمل فيا كده؟ ايوه انا عملت فيك كده يا خاينة، انت تستاهلي اكتر من كده، خلاص انا خدت ابني وخدت حقوقي ورميتك زي الكلبة بره، يلا انت طالق بالتلاتة خلاص كده انا مش عاوزك تاني. المهم فضلت تصرخ وتعيط، وانا حكيت لباباها ومامتها على كل حاجة. مهم كده انا اخدت بطاري منها واخدت كل حاجة منها وانتصرت عليها من غير ما اموتها ولا اي خساير ولا ادخل السجن ولا اي حاجة، وابني فضل في حضني. وانا وقتها ارتحت قوي علشان انتصرت عليها. وانا عاوز رأيكم في الكومنتات وفي اللي انا عملته في مراتي. وخلصت حكايتنا النهاردة، مع السلامة.